الكاتبة وداد لوتاء، أو كما تحب أن تنادى أم محمد، والتي ألفت كتابا عن آداب العلاقة الزوجية. نرحب بك أم محمد، أهلا بك في تلفزيون الآن. يعني نحب أن نسألك في البداية، ما الذي دفعك لخوض هذا الغمار ولتأليف مثل هذا الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا بالنسبة لتأليف هذا الكتاب، بحكم أنني قد مررت بكثير من المشكلات الأسرية أثناء تدريسي ل8 سنوات بوزارة التربية والتعليم، فكنت أجد مدى تأثير الخلافات الأسرية على حياة الأبناء، وخاصة أنني مررت بكافة المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، ووجدت مدى تأثيرها في طالبات الثانوية العامة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ثم خوضي لمجال الدعوة والوعظ في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والتي تسمى كانت من قبل الأوقاف والشؤون الإسلامية، فكنت قريبة جدا من المراكز والمساجد والبيوت أثناء المحاضرات، فكنا النساء يشتكين لي عن الكثير من مآسيهن يعني مع أزواجهن. هن أهم القضايا التي من أجلها أنا كتبت هذا الكتاب. القضية الأولى التي كان في درس من الدروس، كنت يعني محاضرة في درس من الدروس وأمام مجموعة كبيرة من النساء، وسبحان الله أثناء شرحي لهذا الموضوع خضت موضوع أن يعني حرمة المعاشرة من الدبر. فسبحان الله، فبعد انتهاء من الدرس واستخلاصي بعض يعني النتائج منه، إذا بامرأة من النساء تبكي يعني، فأخذتها على جانب أقول لها حبيبتي خير إن شاء الله، شو بلاش ليش تبكين يعني؟ فقالت لي أستاذة أنا تعبانة نفسيا، أنا طلعت من الدرس أحس بشيء يضغط على نفسي، أنا متألمة فيه. قلت لها خير إن شاء الله حبيبتي. قالت أنا من 20 سنة الآن متزوجة، ما كنت أعلم أن المعاشرة من الدبر حرام، والآن تبين لي أنا طول هال20 سنة وأنا معاشرة زوجي للدبر وما كنت أعرف. يمكن لجهل يعني. شوف هذا اللي احنا نتكلم فيه، نقول مراحل التعليم ما تبين الحلال من الحرام في بعض المسائل الخاصة، فبالتالي هذه يمكن قد قطعت مستوى تعليمه متوسط أو قريب من الثانوية العامة دون أن تدرك حرمة هذا الشيء. لكن زوجها استغل الأمر، فكانت هي كوعاء للطفل فقط، والمعاشرة والاستلذاذ بها كان من الدبر، من القبل في كوعاء للطفل، أما من الدبر فكان مجرد التلذذ يعني للتلذذ بينه وبين. السبب الثاني أو يعني الأمر الثاني أو القصة الثانية التي من أجلها يعني سبحان الله، هناك بعض الرجال صراحة أنا أقول بعد هذا أعتبره عنف صراحة ضد المرأة، أنك أنت يعني تحب تعيش حياتك وتلذذك واستئناسك بالمرأة، بعذوبتها، بجمالها، بلطافتها، بجسمها، وتتلذذ. سبحان الله 52 سنة المرأة الآن عمرها تقول الآن عرفت أن في لذة جنسية تعيشها المرأة. أنا طوال هالسنوات أبنائي تخرجوا والآن يعملون في وظائف ما شاء الله كبيرة، وأنا ما أعرف أن فيه لذة جنسية. الآن اكتشفت أن هذا الشيء. قلت له ليش يعني شو السبب؟ قالت الآن لأن صارت فيه توعية، قبل ما كنا نجلس مثل هالمجالس تقول هذا اللي كانت تنبه فيها يعني غياب الثقافة الجنسية يعني أثر جدا، تعوق الحياة الطبيعية والسعادة للطرفين. حتى يعني المرأة لها سعادة جنسية لازم، حتى لو ما كانت هي تعرفها أو ما أدركتها، الزوج عليه أن يعلمها إياه، مش توصل 52 أستاذ أحمد ومسكينة هي ما تعرف أن في لذة جنسية تعيشها المرأة. الشيء الثالث سبحان الله، والقصة الثالثة واللي هي كانت أكثر يعني أصريت على أني أنا أكتب مثل هذا الكتاب، وأنا لعلمك يعني هذا الكتاب ترى يعني اختزل كثير، اختزل لأنه طبعا العادات والتقاليد أكثر من 200 صفحة وايد اختزل يعني. السبب الرئيسي أن عندي يعني صديقة من الصديقات، وهذه الصديقة من الصديقات يعني كنت أعتقد يعني ما شاء الله ما شاء الله على علمها ومعرفتها وثقافتها وشهاداتها أن تكون يعني بهذا الشيء، أصلا هذا الشيء عادي عندها، يعني ممكن يكون عادي عنده، لكن وجدت أن بحكم العادة والتقاليد والأسرة، اسم الأسرة، رفضت أن هي تمتع زوجها يعني في كون أنه هو لباس، هي لباس له وهو لباس لها. فكانت تعتقد بس أن المعاشرة الجنسية أو الزوجية هي فقط اتيان المرأة من قبولها فقط دون تلذذ، يعني مثلا بقبلة، باحتضان، يعني مثل ما نقول يعني بيد الإنسان، يعني بأصابع، بأطرافه، بلسانه، بهاي الأشياء. فكانت يعني سبحان الله طلب منها زوجها هذا الطلب،
وقال لها أنا أتمنى أنك تأدي لي هذا الشيء، لأن أنا جسمي حلال عليك وأنت جسمك حلال علي، يعني ما في شيء اسمه حرمة إلا في الدبر فقط. فهي قالت لا أبدا أنا ما أوطي رأسي، أتي بما حرم الله. فلما أتتني وسألتني في هذا الموضوع قلت لها هذا ما حرمه الله سبحانه، أن تقبل المرأة يعني عضو الذكر عند الرجل، هذا ليس يعني بحرام، يعني أن يكون منها مثلا مداعبة له بلسانها، هذا ليس بالحرام، إنما هذا مما أحله الله، فهذا هن لباس لكم وأنتم لباس. قالت أبدا والله ما أوطي رأسي له. فقال إذا ما فعلتي هذا الشيء بتكوني أنت طالق. وفعلا اليوم الثاني ما فعلته، يعني رفضت اليوم الأول ورفضت اليوم الثاني، فكانت ورقة الطلاق موجودة على مكتب. يعني إذا الموروثات الاجتماعية التي زرعت فيها والأنساب ذلك يعني دمرت حياتها كما نقول، رغم أن هذا مقبول شرعا واجتماعيا ما في فهذه القصص الثلاثة التي كانت يعني قد دعتني لكتابة مثل هذا الكتاب وغيرها يعني كثير، لكن تركيزي كان على القصص الثلاثة. يعني هذا ما دفعك لأن تطالبين بنشر الثقافة الجنسية؟ نعم صراحة مهمة جدا. يعني تعتقدين أنها تحول دون أو تمنع كثير من حالات الطلاق مثلا أو بعض مش بتمنع يعني مش تمنع، أنا أقول النص بتمنع 3/4 حالات الطلاق، لأن لو وجد الزوج الأنس العاطفي والجنسي مع زوجته، صدقني استاذ احمد عمر ما بينظر لنا بنظره خارجيه ولا الى اي جنسيه من الجنسيات، يعني المواطن سيبحث يعني خاصة في هذا الانفتاح الذي يعيشه المجتمع. وكذلك أيضا الزوجة ما بتنظر لأي رجل آخر، ليش؟ لأن حصلت كفايتها من الإشباع الجنسي والعاطفي والجنسي، وأنا دائما أقدم العاطفي على الجنسي لأنه هو المنبع الرئيس. يعني احنا حينما طب بماذا تردين على من يرون أن ذلك يفتح أعين المراهقين على أشياء قد لا يعلموها يعني؟ نعم، بالنسبة لهذا الموضوع صراحة أستاذ أحمد دائما أنادي أن الثقافة الجنسية إذا كنا نريد تعليمها بشكل أوسع أو بأكثر اتساعا يكون للمقبلين على الزواج أو ممن هم في المراحل الثانوية. يعني الثقافة الجنسية تكون أكثر اتساعا، ندرسها بشكل متسع أكثر لمن هم في المراحل الثانوية أو من هم في الجامعة أو مقبلين على الزواج. أما من هم في سن المراهقة وأنا صراحة أنادي بتثقيفهم بشكل محدود. الثقافة الجنسية نعلمهم إياها بشكل محدود. في المدرسة أم في الأسرة؟ طبعا أول شيء الأسرة، ثاني شيء المدرسة. في بعض الأمهات، وهذا الشيء أنا عشته فعلا في الآن في التوجيه والإصلاح الأسري، كثير من الأمهات تقول لي أستاذة أنا أستحي أكلم أولادي، فأنا أبو زوجي يكلم أولادي يقول لا 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 حرمة خلاص نفتح عينهم عيب. تقول بعدين اطلب من اخوي على كون انه خالهم وقريب منهم يقول لا يا حرمه خليهم الحياه بتعلمهم. طيب يعني سؤالك بماذا تنصحين؟ فانا اشوف ان المدرسه اذا كان البيت متحفظ جدا او عنده سياسه العيب او سياسه لا الدنيا بتفتحهم بعدين، انا اطالب المدرسه. انا كنت في يوم من الايام استاذ احمد كنت مدرسه ومدرسه تربيه اسلاميه، واتذكر في يوم من الايام يعني كنت ادرس طالباتي ماده اللي هي موجبات الغسل من المواد يعني في التربيه الاسلاميه موجبات الغسل. فتبين لي ان كثير من المدرسات ما يشرحون يعني ما هي الامور التي توجب الغسل. من ضمنها عاد حاطين في الكتاب شو الاستمناء باليد، مكتوب الاحتلام بس، الجنابه دون توضيح ما هو توضيح. فهذا الشيء يحتاج منا اول شيء توضيح. فانا اقول ليش؟ لان كثير من الشباب في هذا السن اللي هو سن 12 13 سنه بدايه سن المراهقه يتعرضون من ممارسات جنسيه اللي هي تسمى العاده السريه. العاده السريه لما اتي انا اشرحها كمدرسه لطالباتي لازم اشرحها شو معنى. تقول لي طيب شو معنى الاستمناء باليد؟ فلازم انا اوضح له يعني بعض الشيء اللي هو ممكن يعني تستوضحه البنت او تفهم. بعد ذلك اكثر ما انا ابين لها شيء ابين لها خطورته، يعني مدى خطورة مثلا ممارسة العادة السرية على البنت، من مثلا ضعف بصرها، من مثلا يكون عنده ترهل في صدرها، من مثلا ألم في بطنها، عسر هضم، سبحان الله يكون عنده ألم في ركبها، يعني تحس دائما بخمول بكسل. فهاي الأشياء مهمة أن كونك أنت كمدرس أو مدرسة تشرح لنا. يعني هذه هي أهمية الثقافة الجنسية، أنها تحمي هؤلاء تحميهم من هذا الشيء. من هذه الخطورة. ليش أستاذ أحمد؟ تعرف ليش؟ لأني أنا الآن أعاني في التوجيه والإصلاح الأسري كثير من الزوجات العلمك يأتين للمحكمة تقول لي الله يخليك أستاذة ما تدونين في الملف الأسري اللي بقول لك إياه من سر.
شو السرين اللي عند الزوجة والزوج؟ السر الأول معاشرة من الدبر، السر الثاني زوجي يمارس العادة السرية وأنا موجودة. يدخل الحمام يمارس العادة السرية، يكون ساعات في غرفة من غرف النوم مسكر على عمر الباب يمارس العادة السرية. أعتقد أن ذلك يعني هل له علاقة بنشر الثقافة الجنسية أم مرض نفسي؟ لا أستاذ أحمد، لازم نفهم أن هذا الشيء أول شيء مرجعه لسن المراهقة. كون الشاب اعتاد على مجلات معينة، على أفلام معينة، على لقاءات معينة، فتأثر شيء طبيعي وممارسته جعلت يعتاد هذا الشيء، ما يتلذذ إلا بالممارسة الخاصة. محمد، يعني كل هذه الأسباب تجعل نشر الثقافة